صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتتفرجوا على الفيديو بتاع النهارده. في حلقة النهارده هشارك معاكم روتيني اليومي خلال الاجازة. بس المختلف النهارده ان احنا هنصحى الساعة 4 الفجر. طبعا زي ما انتوا عارفين الجو في الفجر زي ما انتوا شايفين كده بيبقى تحفة وكل الناس نايمة، الجو هدوء وسكينة. فأحسن حاجة إن احنا نصحى الفجر. طبعا صليت الفجر، بعد ما صليت الفجر بقرأ أذكار الصباح. طبعا بعد صلاة الفجر لازم نقرأ أذكار الصباح، وبعد صلاة العصر نقرأ أذكار المساء. أذكار الصباح والمساء بقرأهم من كتاب اسمه حصن المسلم، تقدروا تشتروه من أي مكتبة. الكتاب ده فيه أذكار كتير غير أذكار الصباح والمساء، فيه كمان أذكار اللي هي قبل النوم، وفي أذكار كتيرة قوي، أذكار الاستخارة، دعاء الاستخارة، وأذكار قبل الوضوء، وفي يعني أدعية وأذكار كتيرة جدا. وهو أصلا يعني سعره قليل جدا، تقريبا 20 أو 25 جنيه. فهو يعني بجد من أحسن الكتب بتاعة الأذكار. بعد ما خلصنا قراءة الأذكار هنقرأ الورد اليومي بتاعنا من القرآن. طبعا لازم تخصصوا لكم يا جماعة ورد يومي من القرآن، سواء بقى في المدرسة أو في الأجازة أو سواء انتوا أصلا بتحفظوا أو بتقرأوا. لازم تحددوا ورد يعني أو جزء من القرآن تقرأوه كل يوم. ممكن تقرأوا 3 صفحات، ربع، حزب أو سورة كاملة، طبعا على حسب مقدرتكم وعلى حسب يعني وقتكم. بس طبعا القرآن أحسن وقت اللي أنا يعني عن نفسي بحب أقرأه فيه بعد صلاة الفجر، بعد ما بكون قرأت الأذكار بقعد أراجع الورد بتاعي. طبعا زي ما انتوا عارفين إن أنا بروح المسجد شوية كده قدام في الفيديو هوريكم بنعمل حاجات حلوة جدا في المسجد. فببتدي أراجع الورد اللي هسمعه في المسجد في البيت بعد صلاة الفجر. يا جماعة بجد صدقوني انتوا اول ما بتصلوا الفجر في ميعاده وتقعدوا بقى تقرأوا كده الاذكار وتستغفروا ربنا شوية وتسبحوه وتقرأوا الورد اليومي بتاعكم، بتحسوا بعديها كده ان انتوا شحنتوا طاقتكم الروحانية وان اليوم كله مليان بركة وطاقة، وان انتوا عندكم نشاط وان انتوا هتنجزوا كل حاجة في يومكم. فبجد جربوا الموضوع ده وانتوا هتشوفوا الفرق بنفسكم. وطبعا يا جماعة زي ما انا قلت لكم لازم تحددوا لكم ورد يومي تقرأوه من القرآن، على الأقل صفحة واحدة. مش هتتعبكم ومش هتحسوا ان هي صعبة عليكم وهتاخدوا عليها ثواب كبير. بعد كده عملنا بقى فطار، لان انا ما كنتش فطرت وكنت حسيت ان انا جعانه جدا. فطار بسيط جدا، قطعت خضار، طماطم وفلفل الوان، وسلقت بيضه وقسمتها بالنص وحطيت عليها ملح وشويه توابل. بس يعني بحب افطر الصبح حاجه بسيطه، لان انا بعد كده شويه اول ما يعني ايه البيت بقى بيصحى واخواتي بيصحوا كده بنفطر تاني. فانا بفطر يعني مع نفسي كده حاجه بسيطه الاول، وبعد كده عشان مثلا على الساعه هما مثلا بيصحوا على الساعه 11 12 هنفطر تاني. بعد الفطار بقى كده قلت اما اخد اسمع حلقه من الكورس بتاع الانجليش بتاعي. طبعا زي ما انتوا عارفين انا عملت لكم فيديو قبل كده عن افكار ممتعه لقضاء الاجازه في البيت، او يعني تقضوا على الملل في الاجازه وازاي تستفيدوا من الاجازه بتاعتكم. كان الفكره من الافكار اللي فيها انكم تتعلموا لغه جديده او تطوروا من لغه عندكم يعني. فانا اصلا اوريدي كنت حاطه هدف من اول السنه اني اطور من الانجليش بتاعي شويه. فطبعا بدأت كده بقى في الكورس بتاعي اللي انا حاطاه لنفسي في الخطة اللي انا عاملاها. ممكن لو حابين اشاركها معاكم اكتبولي في الكومنتس، وان شاء الله هعمل لكم فيديو بالكامل عن الخطة بتاعتي لتعلم اللغة الانجليزية في البيت. على العموم يا جماعة أنا بعمل حاجة اسمها شادوينج. الشادوينج ده هو اللي احنا بنكرر الكلام اللي بنسمعه، بيبقى فيه كده conversation، اتنين بيتكلموا واحنا بنكرر الجمل اللي هما بيقولوها. الموضوع ده بيحسن عندنا سكيلز كتير جدا زي السبيكينج والليسننج، وكمان بيعلمكم كلمات جديدة. أنا بعمل شادوينج مع قناة اسمها English Easy Practice. بجد القناة دي يا جماعة حلوة جدا، وخصوصا لو انتم مبتدئين زي في حوار الشادوينج ده. وفيها في قصص كتيرة جدا يعني، فيها فيديوهات كتيرة قوي لموضوع الشادوينج ده. وفعلا بتعلمكم كلمات انتوا اول مرة تعرفوها، والكلمات دي بقى بتحطها لكم بقى في جمل عشان تعرفوا معناها. فانتوا متخيلين الموضوع كله عبارة عن 13 دقيقة 14 دقيقة انتوا هتحسنوا من الليسننج، هتحسنوا من السبيكينج، وكمان هتتعلموا كلمات جديدة. فانتوا كده بتضربوا عصفورين بحجر واحد. فيعني احسن حاجة بجد بتفرق قوي قوي في تعلم اللغات عموما هي الشادوينج. فجربوا اعملوا شادوينج وان شاء الله اللغة بتاعتكم هتتحسن 180 درجة. بعد كده جه وقت السيلف كير والدلع بقى. فقلت اما اخد شاور كده، طبعا في الصيف والحر ده لازم ناخد شاور كل يوم يعني، ده ما فيهاش كلام. ومش مثلا ممكن مره او اتنين، طبعا على حسب انتوا نزلتوا ولا لا، لان الجو فعلا حر جدا. فطلعت البيجامه دي، طبعا زي ما انتوا شايفين بجد شكلها تحفه تحفه، بموت عليها البيجامه دي.
ماي فافورت الفتره دي، والمونيكير الاحمر ده، والتوكه الورده دي، والهاند موسترايزر ده من نيفيا. بس هم دول يعني تاخدوا كده شاور خفيف، يعني تنعنشوا بيه نفسكم كده وتغيروا المود بتاعكم، والبسوا حاجة مريحة انتوا بتحبوها. بجد البيجامة دي الماتيريال بتاعتها تحفة تحفة تحفة، وشكلها احلى. فيعني مش عارفة انا هفضل اشكر في البيجامة كتير يعني، بس هي بجد حلوة قوي. فزي ما قلت لكم كده، في الصيف ده لازما تاخدوا شاور كل يوم. وده الرينجز بتوعي، الحلقة الوردة بتاعي الجميل، قلت برضو لازما اوريه لكم. وطبعا حلو في الصيف بقى لو عملنا التسريحات الحلوة بقى بالتوك اللي طالعة ترند دي، فبيبقى شكلنا تحفة. بعد كده بعد ما خدت شاور وخلاص بقى وروقت كده على نفسي، قلت اتعلم بقى حاجة مفيدة، الا وهي تفسير القرآن. ابدأوا يا جماعة اتعلموا وتفقهوا في الدين، لان من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فطبعا اتعلموا حاجات امور دينكم، اتعلموا تفسير قرآن، اعرفوا معنى القرآن اللي انتوا بتقرأوه ده معناه ايه. اتعلموا تجويد، اتعلموا فقه، اتعلموا حديث، اعرفوا حاجات اكتر عن السيرة النبوية. كل الحاجات دي مهم جدا ان احنا نتعلمها دلوقتي قبل بعدين، لان احنا هنتحاسب كمان اللي احنا ما اتعلمناهاش. الموضوع دلوقتي بقى بسيط جدا، اللي احنا نتعلم الحاجات دي من الموبايل، من اللاب، من اي حاجة نقدر نتعلم كل الكلام ده. زمان كان الموضوع اصعب، كنا لازم نقرأ كتب، كان نشوف نتعلم من علماء، انما الموضوع دلوقتي بقى اسهل بكتير. فنستغل التكنولوجيا دي اللي احنا نتعلم حاجات مهمة هتنفعنا في دنيانا واخرتنا. فهنا بقى انا كنت بقرأ تفسير سورة الفاتحة. يعني انا هبدأ كده موضوع تعلم التفسير ده، هبدأ من سورة الفاتحة وناخد بقى من يعني البقرة وننزل. بس طبعا البقرة مش هاخدها كلها طبعا، لان تفسيرها هيبقى كله صعب لو سمعت كله مرة واحدة، لان احنا لازم نفهم اللي احنا بنقرأه واللي احنا بنسمعه. فهاخد منها مثلا ايه ربع ربع كده كل يوم، ان شاء الله يعني على السنة الجاية او حاجة اكون خلصت تفسير القرآن الكريم كله. وطبعا اول ما انتوا تفهموا معنى القرآن او الكلام اللي انتوا بتقرأوه في القرآن ده، هتحبوه اكتر واكتر. بعد كده رحنا المسجد واتعلمنا في المسجد احكام النون الساكنة والتنوين، اتعلمنا الإظهار، وبدأنا بقى نعرف أكتر إيه هي النون الساكنة، إيه هو التنوين. بجد الوقت اللي إحنا بنقضيه في المسجد بيبقى وقت ممتع جدا. جربوا روحوا أي مسجد قريب من بيتكم بيكون بيعلم الحاجات دي، هتستفادوا جدا وهتقضوا وقت ممتع قوي قوي. وهتعرفوا برضو تتعرفوا على بنات يعني صحاب جداد بيكون عندهم نفس الاهتمامات بتاعتكم. احنا بنشرح التجويد من الكتاب ده، اسمه تحفة الأطفال. مش عارفة هقول لكم اسمه عشان مش فاكراه بالظبط صراحة، فهسيبه لكم كده في أول تعليق مثبت لو عايزين تشتروه. كان ب45 جنيه، وشارح كل التجويد كله حرفيا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يعني انتوا أصلا تقدروا تذاكروه يعني لوحدكم. بصوا هنا الأذان بتاع المغرب أذن وصليناه في المسجد، اسمعوا الأذان. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. وبعد ما روحت من الكتاب حسيت بقى ان انا خلاص تعبت. اليوم كان طويل بالرغم ان هو كان فعلا يوم حلو وممتع وانجزت فيه حاجات كتير، بس حسيت بالتعب فعملت سكين كير. وقلت خلاص بعد ما هعمل سكين كير هروح انام على طول، حتى ما لحقتش اكتب المهام بتاعه اليوم بتاعه بكره. فقلت اكتبها بقى ايه بكره الصبح وخلاص. عملت سكين كير، بستخدم الغسول ده من كلير سيل، وبحط على شفايفي فازلين، و بستخدم مرطب عادي ميلانسينول. بجد حلو قوي ميلانسينول كريم يا جماعه، حلو قوي لاصحاب البشره الدهنيه والمختلط المائله للدهنيه، مش بيطلع حبوب وبيرطب البشره كويس. ومعجون السنان بتاع سيجنال عادي. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم واستفدتوا منه. وعايزاكم تكتبوا لي في الكومنتس انتوا بتصحوا في الاجازه الساعه كام، وكمان عايزاكم تجربوا تمشوا على الروتين ده اللي انا عملته معاكم في الفيديو النهارده، وتصحوا الساعه 4 الفجر، وصدقوني حياتكم كلها هتتغير 360 درجه.
فبس كده، ده كان فيديو النهارده. ولو دي اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. وطبعا لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك وتعملوا له طبعا شير مع اصحابكم وقرايبكم علشان يستفادوا هم كمان. واستنوني في فيديو جديد. باي.